بيتكلموا إن ليروي جابوا ليها عشان تحمي نفسها، وبياخد ريد المسدس وبيصوبه ناحية لوك وبيضرب عليه نار، لكن مش بيتصاب. وبتسوق كلوي العربية وبتخبط لوك، لكن فجأة بيلاقوه فوق العربية والسلاح بتاعه بيقع، وبيخنق ريد من رقبته، فبيمسك السلاح وبيضرب نار على سقف العربية، وساعتها لوك بيختفي. ولما كلوي بتسأله مين ده وليه بيحاول يقتلهم، بيعرفها انه عضو في المافيا واخوه كان شريكه في عملية سرقة البنك والشرطة قتلته، وعلشان كده هو عاوز ينتقم منه. ومش بس كده، ده كمان بيدور على الفلوس اللي سرقوها من البنك وعاوز ياخدها كلها لوحده. وبتتعصب كلوي لانه كذب عليها وكان مفهمها انه تخلص منها، وبيحاول ريد يقنعها ان الفلوس دي هتأمن مستقبلهم وانها فرصتهم الوحيدة. وبيروحوا المحل عشان يجيبوا الفلوس، وبينزل ريد من العربية وبيدخل الغرفة السرية وبيفتح الخزنة بالمفتاح اللي خده من ليروي، وبيحط كل الفلوس في شنطة. وفي الوقت ده كلوي وبياتريس بيكونوا قاعدين في العربية، وفجأة لوك بيظهر قدامهم، وبتجري بياتريس وبتروح